ورحمة الله وبركاته. حبايبي ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ النهارده هنعمله مع بعض مكرونه بالمشروم. مكرونه بالمشروم دي مقاديرها كلها هحطها قدامي اهي زي ما انتم شايفين، هحطها لكم قدامكم. طبعا انا حطيت هنا معلقه السمنه بتاعتي وهضيف عليها توم مفري اهو. توم المفري بتاعي انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه، وبرضه هكتب المقادير عندي باذن الله في قلب الوصف. تمام. انا طبعا مش هنحمره، هضيف عليه الفلفل الالوان الفلفل الالوان بتاعي اهو. زي ما انتم شايفين بشوحه كويس جدا مع الثوم المشوي بتاعي. تمام. وبعدين هضيف عليه الطماطم بتاعتي، طماطمتين مقطعه طماطمتين مكعبات زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله الريحه، ولسه ما حطيتش التوابل. ريحه تكون خطيره بصراحه مع الفلفل والطماطم، عشان لها نكهه جميله. ومعايا معلقتين صلصه، معايا معلقتين صلصه اهما، معلقتين صلصه كبار. تمام. وبعدين هحط البهارات بتاعتي. بابريكا هي نص معلقه بابريكا، نص معلقه زعتر. تمام. نص معلقه كركم، نص معلقه كركم. اقلبها الاول على بعضه. مع الفلفل الاسمر هقلبهم على بعض زي ما انتم شايفين كده. هغطيها واسيبها تتسبك شويه اهي، تتسبك بس شويه. طبعا اتسبكت معايا اهي. حطيت فيها بق ميه صغيرين، حطيت الفلفل الاسود وحطيت البهارات المشكله بتاعتي، وادي شويه الريحان بتوعي اهما. معلش انا اسفه، ايديا بتروح في حته تانيه والله غصب عني. معايا واحده ماجي هنحطها. تمام.
خش معايا رشة ملح، سبكت معانا هنا. ما عندي هنا كريم طبخ اهو، هفضيه. كريم الطبخ هنحطه في قلبه واقلبه كويس جدا. وهنجيب صينية، هجيب صينية الصينية بتاعتي اهي. امسحها معلش. هناخد من الكريم اللي انا من الصلصه اللي انا عاملاها دي، وهرص تحت معلقتين كده بس اعوز بيهم الصينيه. تمام كده انا عملت الصينيه بتاعتي اهي من الخليط بتاعي. هضيف عليه المشروم، كوبايه المشروم، كوبايه مشروم مش اكتر، كوبايه مشروم. تمام، وهتقلبيها. انا اسفه جدا على الالفاظ اللي بتطلع دي، يا رب ما تكونوا سامعينها. تمام، هاجي هنا بقى دقيقه واحده بس عشان افضي المكرونه واجيلكوا تاني. فضيت المكرونه بتاعتي اهي في قلب الصينيه، وبعدين هناخد الصلصه اللي انا عاملاها اللي هي مشروم، وهفضيها كده على الصينيه. انا اسفه جدا والله، بصور بايد وبعمل بايد، ايديا تروح يمين وبتروح شمال. انا اسفه جدا، ما كنتش اتمنى يعني تشوفوا زي ما انتوا شايفينها كده. دي هدخلها الفرن شويه، وبعد شويه هروح مطلعاها، واخده عندي جبنه الموزاريلا هرشها في قلبها تسيح شويه وتطلع. انا ولعت الفرن بتاعي خلاص، الفرن بتاعي خلاص كده. هدخلها في الفرن باذن الله، هقعدها فتره حوالي 5 دقايق واطلعها، ارش عليها الجبنه وادخلها تتحمر تاني. طلعت الصينيه بقالها 10 دقايق. انا طبعا هنحط لها عليها الجبنه الموزاريلا. كده حطيت كده الجبنه الموزاريلا هي زي ما انتوا شايفين.
تمام. وهدخلها الفرن تاني، ولما تطلع من الفرن باذن الله هوريها لكم بمشيئة المولى. ادي المكرونه بتاعتنا ام مشروم وريحان، عملناها مع بعض اهي زي ما انتم شايفينها، وحطينا عليها الموزاريلا. بصوا شكلها بقى جميل ازاي وتحفه، وريحتها جميله جدا جدا جدا. ان شاء الله يا رب تعجبكم، ولو عجبتكم فعلوا لي الجرس واشتركوا لي. دي طريقه عمل المكرونه بالمشروم والريحان. تمام. ربنا ان شاء الله يجعلها خير علينا وعليكم، وباذن الله اشوفكم على خير يا رب تعجبكم. ولو عجبتكم فعلوا لي الجرس واشتركوا لي. انا ممكن اقطعها كده دلوقتي اهي، واطلعها بالمشرط بتاعي بتاع الاكل اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا عامله ازاي، جميله ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله. الجبنه الموزاريلا فيها جميله جدا اهي. اللهم صل على النبي، الله اكبر. بصوا بصوا الجبنه عامله ازاي، سايحه في قلبها ازاي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ادي الجبنه بتاعتنا، ادي المكرونه بتاعتنا ام مشروم والريحان باذن الله تعالى. وجبه خفيفه وسريعه وجميله جدا جدا جدا. واللي ما عندوش كريم اللباني ممكن بيجيب كوبايه لبن ومعلقتين دقيق، وبيضربهم في بعض كويس جدا جدا، وبيحطهم زي ما انا حطيت كريم الطبخ كده بالظبط. وممكن في تعملوها باللحمه المفرومه بنفس الطريقه اللي انا عملتها، بس بدل المشروم لحمه مفرومه. فباذن الله يا رب تعجبكم، ولو عجبتكم باذن الله ما تنسونيش. واشكركم جدا جدا جدا، وفي رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.